بص ازاي هتعرفي ان هو بيحبك في 60 ثانية بس. تمام. انا الفيديو ده مش مهم عندي خالص اللي هو ينتشر، انا لو واحد بس استفاد انا عندي بالدنيا. بص يا ستي، في نظرية اقتصادية بتقول، انا كواحد دارس اقتصاد فبتكلم على بقى حاجة انا دارسها، فلو الطلب في النظرية دي، الطلب كل ما بيزيد السعر بيزيد. حلو. معظم الرجالة انا عايز اقول لك اللي هم بيروحوا ياكلوا بره، بينزل الشغل الصبح فبيجيب اي سندوتشات من بره، فبيقعد الطلب زايد بره على الاكل. وطبعا الاكل ده داخل فيه طماطم، داخل فيه خضروات، داخل فيه كل الحاجات اللي احنا بنشوفها على السوق اللي بنعاني من من غلوها. فطول ما الطلب عالي قوي فكل ما الاسعار عماله تزيد، فوصلنا في مصر اختي العزيزه لحاجه اسمها انفليشن، اللي هو فيه تضخم في الاسعار. طيب حلو. لو الطلب ابتدى يقل في الاقتصاد، بيقول لك الطلب اول ما هيبتدي يقل السعر ده هيقعد يقل، لان السعر ده لو ما عادش قل هيبقى فيه سعر ثابت والطلب بيقل، فيحصل حاجه اسمها سيربلس، يعني فائض في البضاعه، فيضطر صاحب المكان اللي هو يقلل من السعر اجباري، ويضطر اللي بيأجر له يقلل السعر، يضطر كل حاجه الديل كله يقل كل الاسعار تقل المرتبطه بالموضوع. فانت حضرتك هقول لك بقى افهمي، فانت حضرتك قاعده في البيت وعندك جوزك او عندك اخوك او عندك اي حد رايح الشغل الصبح، فانت ممكن تجيبي صندوق بلاستيك تحطي فيه اكل وياخد الاكل معاه الشغل، اذا الطلب على المطاعم هيقل، اذا اسعار الاكل هتقعد تقل. يبقى انت كده ساهمتي في نظريه اقتصاديه اللي انت قتلتي حاجه اسمها انفليشن، تضخم الاسعار. يبقى انت كده بتساعدي في الامن القومي المصري وبننهض بالبلد. طبعا ما حدش كان هيفتح اي معلومه اقتصاديه ويسمعها غير بالمحن اللي مكتوب في العنوان، فانا اسف عليه، وان شاء الله هاجي لكم في فيديو اقتصادي تاني.